عسلامة ومرحبا بكم على قناة كويزينتي تونسية. اليوم إن شاء الله حبيت نبدأ معاكم وصفة الكمونية بالدجاج. كمونية هذه عملتها بكمية بسيطة للناس اللي شاهية صحين ولا اثنين، خاصة في رمضان، ولا يكونوا كومبليمون متاع بلا ماهوش بلا رئيسي. دونك هذاك علاش باش نقولكم على الكمية 250 غرام. معناتها كبدة متاع دجاج عادية على الاخر، هيك كونتيتي صغيرة. نغسلوهم في الماء والخل والملح، نخليهم يتنفخوا. كيف نغسلوهم؟ نخليهم يتنفخوا ما يقارب دقيقتين 3 درج ماكسيموم، باش الملح معناتها ما يخوش في الكبده وتولي لكم مالحه. ومن بعد نشرلوها ونسقطروها بالكدا، وناخذ كسرونه نحط فيها كاس معناتها غير بوع نتاع زيت كميه باهيه. انا كسرونتي هذه راهي صغيره نتاع صحينين تتعب ديجا 3 قص حنا بلافون، هذاك علاش. دونك حطيت فيها كميه الزيت، عليها شويه بصل مقصوص جويد وشويه ثوم، خليتهم يتقلوا شويه. راهو الثوم كيف يتقلى مع البصل في الزيت راهو يفوح الريحه على الاخر. وخليتهم حتى كشي اللي يسخن الزيت، ومن بعد باش نحط فوقهم كميه الكبده اللي انا كنت قصيتها خشينه شويه باش تظهر الكبده كبيره، خاطر كي تقصها جويده على الاخر تولي تذوب لك وتولي ما عادش كي تهزها بالخبز ولا حاجه ما عادش بالحق تحسها كمونيه نتاعنا لهنا. دونك خديت الكمونيه بلوتو الكبده والزيت والثوم، حطيتهم يتقليو مع بعضهم. في مرحله اخرى حطيت مغرفه كبيره طماطم معجونه، معاها مغرفه ممسوحه هريسه عربي، وخليتهم باش نحط عليهم شويه ماء سخون، نحلهم في الماء سخون ونصب. بالنسبه للناس اللي تعرف روحها معناتها ما تخليش الطماطم تتحرق في الزيت كي تقلى، تنجم تصب، اما وقتها تمرق بشويه ماء. اما ما تخافوش لهنا مادام عندي الكبده، راهي الكبده باش تصيب الماء نتاعها، وباش نحط كعبه طماطم مكعب قصيتها كوبات زاد الطماطم باش تصيب الماء نتاعها، وهكاكا ماهوش باش تستحقوا تصبوا ماء في الكمونيه من الاول بالكل، باش تقعد البصل والثوم والطماطم والكبده يطيبوا مع بعضهم بالماء نتاع الطماطم ونتاع الكبده في بعضهم. وتراو مانيش باش نزيد ماء بالكل في الاخر بالكل، كي باش نحط الكمون وقرن الفلفل باش نحط شويه ماء. اما راهو معناتها ماكش تستحقوا من الاول وقت اللي تبدا الكبده تطيب. الهنا خليت حتى كشري لي معناتها الكبده والطماطم، ونعاود باش بالعني تشدوهم سهلين. الكبده والطماطم والبصل والثوم مقصوصين مع بعضهم، قاعدين يتقلوا في الزيت وقاعدين يسيبوا في الماء نتاعهم. بعد ما صيبوا الماء نتاعهم باش نصبك الخليط نتاع مغرفه الطماطم الكبيره ومغرفه الهريسه عربي الممسوحه. تنجم تقسم شطر هريسه عربي وشويه هروس، شويه مش هروس فلفل زينه. من المستحسن ما تحطش الهروس في الكمونيه على خاطر راهو ما تتطلبش معناها، فهمت؟ دونك لهنا خاطر باش نكثروا زاد ساعات نحطوا الكسرونات الكل يتفوحوا كيف كيف، تولي كيما نقول مقرونه، كيما نقول المرقه، كيما نقول الشوربه زاد ما تجيش، فهمت؟ لهنا نحطوا جوست شويه هريسه عربي وشويه فلفل زينه وكهو. حطيت انا توا الطماطم والفلفل والهريسه عربي قاعدين يطيبوا في مع الصوص هذيك اللي هي معناتها كنت سميتها لكم. باش نبدا نفوح اللي هو شويه تبلو كرويه وشويه فلفل اكحل وشويه ملح. ونسيت انا ما قلت لكمش الثوم اللي انا حطيته يتقلى المره الاولى كيف هرست. دونك قلت لكم هرسته بالكمون، هرسته معناتها في الكمون وخليته قليته مره الاولى به. لهنا كيما قلت لكم قاعده نفوح بمغرفه صغيره تبلو كرويه، مغرفه صغيره ملح، شويه من حسب الذوق، شويه فلفل اكحل كيف حسب الذوق، وما نخلطش برشا. لهنا كي باش نخلط في المرحله هذه عادي خاطر الكبده ديجا تكون شدت روحها، لكن اول ما باش نحطها ماذا بكم زاد ما تخلطوش برشا. لهنا خليتها على نار هاديه حتى كشي اللي قارت الزيت نتاعها وطابت سي بون الكبده ولا الله الحمد. وباش نزيد جوست شويه كمون في الاخر بالكل، هذيك في العاده انا ديما نزيدها خاطر الكمون كي باش تحطه يطيب باش القوم تاعو مش باش يقعد كيف ما انت حاطيته المره معناتها باش تحطه في الاخر، ديما في الاخر باش يقعد القوم تاع الكمون اقوى وافوح. لهنا في الاخر بالكل كي باش نحط الكمون قلت لكم زدت شويه ماء، خليته عاود اغلي في عقله. والكبده نتاعي سي بون حسيتها اللي هي طابت، باش نحط في الاخر بالكل مغرفه الكمون الصغيره وقرين الفلفل. هاكا خليتكم تخزروا لها كيفاش قاعده تطيب وقاره زيت نتاعها ومرها واضحه، والريحه ما نحكي لكم مش بالبنه محلاها بالحق. وما شاء الله راه يجي صحنين مليانين معناتها الكميه هذيا. يعني متاع باش تعاونها طبق جانبي، والا واحد وحده باش ياكلها، ولا حتى كوبل راهي تفطركم، فهمتوا؟ مش بالضروره تاخذ
تاخذ رطل وتاخذ كيلو، انت شهيوه نتاع صحيين تنجم تعملها. هاكا دونك الكبده نتاعي طابت، رميت قرنين فلفل في الاخر بالكل، خليتهم سكرت عليهم الخطا وخليتهم طابوا. ديجا تنجم كان تحبوا انت ماهوش طايب برشا تحطهم وتسكر الكسرونه وتطفي غازك على روحك. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ان شاء الله يا ربي لقيتوها سهله. اذا حاجتكم اي استفسار كالعاده في لي كومونتير تنجموا تبعثوا لي ولا حتى ميساج على الخاص. هذه كانت وصفتنا لليوم. ما تنساوش تجيميو الفيديو اذا عجبكم الكونتينيو، واذا كانكم جدد في القناه تحطوا سابوني ولا ضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم هكاك جديد نتاعنا. الانستغرام تاعي كويزينتي التونسيه، الفيسبوك نتاعي كويزينتي كويزين، تيك توك كيف كويزينتي التونسيه. نحبكم برشا، ما بقى لي كان باش نقولكم الى وصفه قادمه وسلام.